القياسات دي بيحدد فيها المرتفع هيوجه ازاي. القياسات بتبقى ضغط وسكر ووزن وطول. ده اول حاجه. بناخد الهيستوري، يعني بناخد التاريخ المرضي للحاله من خلال الاستبيان في مبادره الاورام، وبيوجه اذا كان هي مبادره بقى تبع طبقا للقولون، ولا اورام بروستاتا لو هو رجل، ولا اورام رئه اذا كان مدخن. بيتم بعد كده هو لو كان مدخن بيتم اخذ المشوره من خلال الصيدلي المتواجد المسؤول عن المشوره بتاعه التدخين. بيوجه الشخص دوت. بعد كده هو لو هي سيده من خلال 18 سنه بيبتدي توجيهها لصحه المراه. صحه المراه معاه مدخل البيانات ومعاه الطبيب، بيبتدي فحص الثدي وتوجيه المراه لكيفيه فحص نفسها داخل المنزل. بتتم ازاي؟ لو لقوا فايندنج، لو لقوا يعني حاجه معينه تحت ايديهم، بيبتدي توجيه الحاله ديت للمستشفى التعليمي لصحه المراه هناك، ومن هناك بتبتدي زياده الفحوصات والتدخل بقى من خلال العلاج لو فيها حاجه. جزيل الشكر لحضرتك يا دكتور.